شلون تصير مصمم؟ الجزء الاول، فكره انك تتعلم تصميم هو ما يشمل بس استخدامك للبرامج مال التصميم اللي هي مثل الفوتوشوب، الستريتر، انديزاين، افتر افكت. هاي اللي ذكرتن هي ادوات. انت لازم تتعلم شنو هو التصميم اصلا. باختصار التصميم هو فن يؤدي وظيفه معينه تقدر تتخيلها مثل التليفون. ممكن انه هو يكون شكله كلش حلو بس هو مو مريح، ممكن يكون شكله دائري فما راح يخدمك، ما راح يساعدك. شكل التليفون، ابعاده، حجمه، هذا مصمم مسوي او مجموعه مال مصممين سووا بهذا الشكل يكون حلو ويكون اريح بالاستخدام، فده يؤدي وظيفه معينه. هسه انت شلون تبدي تتعلم تصميم؟ هاي سهله. اول شيء تسوي ابحث عن البرامج اللي قلت لك عليها باليوتيوب، اطلع عليها شوفها بس. ثاني شيء روح على موقع اسمه بنترست، بس اكتب بيه ديزاين وشوف شنو الاشياء اللي راح تطلع لك، بس باوع عليهن. ثالث شيء التصاميم اللي عجبتك سوي لهم سكرين شوت، احفظهن، ظل باوع عليهن، استوعبهن. يعني شوف الوانهن، شوف ليش اختاروا هذا النوع من النص، ليش اختاروا هذا الستايل كله. غالبا التصميم الزين يكون كل شيء بيه مقصود، فاذا ركزت بيهن راح تبدي تعرف شلون